مساء الخير واهلا بيكم في برنامجكم وصال، برنامج المصريين المغتربين في كافه انحاء ودول العالم. بنرحب بيكم، يا رب تكونوا عيدتوا وكل المصريين في كل بقعه من بقاع الارض ان هم يكونوا فعلا استمتعوا بهذا العيد. أخبار سريعة عن المصريين وعن الخارجية المصرية. أول تصريح من الخارجية المصرية: تزامن مغادرة سفيري مصر وقطر الدوحة والقاهرة مجرد صدفة، ولا يوجد أزمة في العلاقات ما بين الدولتين. أيضا استقبال الوفود الأجنبية مشروط باحترام السيادة المصرية، هو تصريح آخر لوزير الخارجية المصري. وأيضا وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الفرنسي الوضع الحالي في مصر، وهناك الكثير من الجلسات عقدت في السفارات في أنحاء الدول لشرح الموقف المصري. من أخبار المصريين في الخارج أيضا وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استمرار الوزارة في رعاية المصريين، وبيوعد بلقاءات متعددة خاصة طبعا مع رئيس قطاع المصريين في الخارج وشؤون الهجرة. أيضا بالنسبة للمطالبات اللي بتتبناها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعودة الصحفي أنس فودة مدير تحرير MBC، هناك برضو جلسات في الخارجية للبحث في هذا الموضوع. واحنا بنتكلم النهارده بنتكلم بعد العيد، كل سنه وانتم طيبين. واللي راح عمره عارف الاوضاع في المملكه العربيه كانت يعني شكلها ايه، وهم مع هذا راعوا جدا المصريين وما خفضوش اعداد المصريين، بالعكس كان هناك اقبال شديد على العمره. هنتكلم النهارده عن الجاليه المصريه في المملكه العربيه السعوديه، وهنتكلم عن مطالبهم لانهم ليهم مطالب كثيره جدا على طبعا الحكومة الجديدة ان هي تستمع اليها، لان هم مش قليلين، 2 مليون تقريبا هناك في المملكة العربية السعودية. عاوزين نعرف ايه مطالبهم، عاوزين نعرف الجمعيات اللي منتشرة اللي بتؤيدها طبعا السفارات، سواء في جدة سفارتنا في الرياض او قنصليتنا في جدة او في الرياض، مطلوب منها ايه؟ هل هذه الجمعيات لها الحق ان هي تمارس العمل السياسي؟ يعني ده اعتقد ان هو لا، ولكن ايه الاطار اللي مفروض ان احنا كمتواجدين على ارض المملكه نحترمه ونبقى حريصين على ان ما نسببش العديد من المشاكل لكل بقى المصريين، لان واحد بس ممكن يضر كل الجاليه. النهارده معانا في الاستوديو برحب بيهم، اهلا بيكم، وبرحب بالاستاذ جمال محمود شلوف رئيس جمعيه النادي المصري الاسبق بالسعوديه، اهلا بحضرتك، والامين العام للجمعيه المصريه للمغتربين بالرياض، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم. برحب ايضا بالاستاذ محمد شاهين احد مؤسسي نادي المصريين ورئيس مجلس الاداره التاسيسي عام 2004 واول رئيس منتخب للنادي المصري بالرياض وعضو صندوق رعايه المصريين سابقا في 2005، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ. نبتدي الكلام من العمره والحج ومشاكلهم اللي بنقع فيها كل سنه، وانتوا يعني كنشطاء في العمل الاهلي واجهتوا ده على مدار سنوات عده ومع حكومات مصريه مختلفه. تمام. ولا زال هناك مشاكل سواء على الجانب المصري في المملكة العربية السعودية أو على الجانب المصري هنا في طبعا المواني المصرية واستقبال المعتمرين وأعدادهم والتحضير لهم. أستاذ جمال. أولا بنقول لكل العاملين في الخارج كلهم سواء في السعودية أو في جميع أنحاء العالم، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وإن شاء الله مصر الفترة الجاية تبقى أفضل وأحسن إن شاء الله، ويبقى هم عندهم أمل في بكرة اللي جاي بإذن الله. ثانيا بالنسبة لحضرتك لموضوع الموانئ المصرية، أولا نسبة كبيرة جدا من المعتمرين والحجاج بتطلع عن طريق البر، بتطلع عن طريق الموانئ المصرية، وايضا عن طريق المطارات متجهزه تقريبا للرحلات وبتعمل طوارئ للحاجات دي، بتقدر تستوعب الكلام ده. لكن موضوع الموانئ المصريه مسبب قلق كبير جدا للجاليه هناك، وخاصه للعائدين من السعوديه عن طريق البري. عن طريق البري، سواء لو قلنا ضبا او اللي هو خط ضبا سفاجه او ضبا الغردقه او نويبع.
اللي عندنا مشاكل كبيره جدا بتحصل تكدس، بيحصل ان هو يبيت يوم او يومين هناك. انا بتكلم على اللي جايين بالطريق البري سواء في الباصات او اللي نازلين بعربياتهم يعني. طبعا يمكن الفتره اللي فاتت دي للحاله الامنيه شويه او توتر الحاله الامنيه حصل قله شويه في العائدين من الخارج بسياراتهم، يعني سواء من الخليج او من السعوديه. عندنا مشكله كبيره جدا. اولا لابد ان احنا نختصر المعامله بالنسبه للي جايين بسياراتهم لمعامله واحده في شباك واحد. ما ينفعش ان انا النهارده اشتت المصري اللي جاي الففه على 14 15 شباك واقعده 3 4 ساعات وهو جاي مجهد وسايق فتره طويله جدا عشان يخلص اجراءاته. دفع المصري فلوس زياده، ما فيش مشكله عنده ان هو يدفع فلوس زياده. لا إيه؟ مشكله لا مشكله، لا ومشكله خاصه بالنسبه للفئه اللي بتبقى مسافره عن طريق البر، هي بتبقى رقيقه الحال ودافع فلوس زياده. لا انا بتكلم على اللي جايين بسياراتهم العاملين. لكن بالنسبه للمعتمرين احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان هم سواء لو جم عن طريق الاردن الباصات بتاخد وقت كبير جدا على ما تطلع المراكب، وانا شفت ده بنفسي لان جيت كذا مره عن طريق بعربيتي يعني. واحنا استقبلنا يعني عده مشاكل بتقول ان بتفضل يعني بيفضلوا المعتمرين في الباص يوم واثنين وثلاثه مستنيين ان هم بهدله يعني حضرتك يا فندم، بهدله ما بعدها بهدله يعني. اللي بيجي عن طريق البر ده وبيبقى ناس كبيره وناس كبيره في السن، ما ينفعش ان احنا يعني نتعبهم بالشكل ده. هل ده يتم عن طريق زياده مثلا اعداد العبارات او يعني ازاي ممكن ان اولا احنا عندنا اقتراح كويس جدا ان موضوع احنا عندنا الخط بتاع نويبع الاردن، وده معظم المعتمرين برضو بيجوا عن طريقه لانه بيجوا عن طريق المدينه ويطلعوا من فوق من الشمال يعني. ان احنا بنطالب الحكومه السعوديه ان هي تعمل لنا ميناء مؤقت زي الميناء اللي معمول في الاردن في العقبه. هو معمول ميناء عايم برصيف عايم يعني، ميناء مؤقت مقابل ميناء نويبع. انت حضرتك بتقفي. انتوا وصلتوا الطلب ده للمسؤولين؟ احنا قبل كده طالبنا بيه اكتر من مره في اثناء من اكتر من 7 8 سنين. انا والاستاذ محمد طالبنا بيه كتير جدا. ان انت في سهل جدا انت بتشوفي الارض السعوديه وانت واقفه على الارض المصريه. ده هيختصر الموضوع لاقل من ربع ساعه في البحر تقريبا. اذا تقدر المركب تعمل اكتر من 5 6 رحلات في اليوم. لو عندك اي تكدس موجود في السعوديه او في مصر تقدري ترحليه في نفس اليوم على طول. يبقى المعتمر او الحاج مش هيقعد يستنى باليومين والثلاثه عشان يركب المركب. بالاضافه انت بتدخليه دوله ثانيه الاردن، يعني بتطلعيه من السعوديه تدخليه دوله الاردن يعمل اجراءات دخول وخروج من الاردن وتفتيش عشان يركب، يعني بتسفريه دولتين. يعني استاذ محمد انا عارفه ان حضرتك كنت متواجد في عديد من اللقاءات الخاصه بالشؤون القنصليه والجاليات، سواء اللي عقدت في ارض المملكه بحضور يعني سفراء متعددين على يعني عده مرات متتاليه، او حتى اللي بتعقد كانت هنا. كان في بعض الاحيان حضرتك بتبقى متواجد كممثل ل طبعا العاملين، وايضا مش للجاليه ككل عشان ما احطش حضرتك في حرج، ولكن العاملين في العمل الاهلي الخاص بالمصريين المتواجدين في المملكه العربيه السعوديه. ايه اللي معرقل هذا الحل لما عرضتوه على المملكه؟ اولا كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وكل المصريين في الخارج طيبين، واصدقائي وزملائي في المملكه العربيه السعوديه واللي راجعين من العمره الف مبروك العمره، وان شاء الله عوده امنه باذن الله. تعقيبا على اللي قاله الاخ جمال وسؤال حضرتك، احنا من 2005 الحقيقه مستشعرين اول ما بدانا في العمل العام في المملكه العربيه السعوديه، مستشعرين باهميه الجزئيه الخاصه بتحسين ظروف النقل البري والبحري بين المملكه العربيه السعوديه وبين مصر. الحقيقه المعتمر او اللي جاي من المملكه العربيه السعوديه لمصر عن طريق البر او عن طريق البحر للاسف الشديد بيستشعر فارق شاسع بين الإجراءات والشكل العام في الموانئ السعودية وما يجي مصر للأسف الشديد. قدمنا، مش هقدر أسألك أنهي أحسن، يعني هو معروف إن احنا مقصرين جدا 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 في الموانئ البرية. الحقيقة الفئة دي المفروض يعني تاخد ما تستحق من اهتمام من الدولة، لأنها في الآخر والأول هم مصريين، وفي الاخر والاول دي واجهه للبلد. يعني ليس فقط المواني، ليس فقط المطارات هي واجهه البلد، المواني البحريه والمواني البريه هي واجهه مصر.
يجب ان تحظى بنفس نصيب الاهتمام اللي بتاخده المطارات. طيب احنا بالنسبه بقى للطلب اللي انتوا عرضتوه على المملكه، طبعا انا شاكره جدا ان انتوا مهتمين بالمعتمرين قبل حتى الجاليه المصريه يعني، وده طبعا يعني هم مصريين اكيد هم مصريين بس اكيد يعني له طبعا تقدير خاص يعني. ايه اللي واقف امام هذا الطلب اللي طرحه استاذ جمال؟ لا عدم الرغبه السياسيه المصريه في عمل ده. لو في رغبه سياسيه مصريه حضرتك العمل ده قلت ان انتوا عرضتوا الطلب على احنا عرضناه وكان بياخدوه وفود. لا يا فندم، هي من 2005 احنا قدمنا الوفد القنصلي اللي جه في الرياض في مايو 2005 تحديدا، قدمنا له ورقه عمل قبل حتى حضرتك تفتكري الكارثه بتاعت العباره السلام اللي كانت في 2006 قبلها بشهور. قدمنا كلنا زي ما كنا متوقعين اللي هيحصل. قدمنا يعني انتوا شايفين الوضع وشايفين التكدس وشايفين الاهمال اللي كان حاصل في العبارات، وقلنا له المفروض يحصل 1 2 3، وقدمنا بدائل. احد البدائل اللي قالها جمال اللي هي الميناء المؤقت، الرصيف المؤقت اللي يقدر يربط في زمن قياسي، زمن يختصر المسافه بين مصر والسعوديه. وفي دراسات فنيه موجوده على فكره قامت بها اجهزه استشاريه ومكاتب استشاريه محترمه. وانتوا الان بتطلقوا ناقوس الخطر مره ثانيه وكمان انا بنتهز الفرصه ان انا مع حضرتك النهارده وبرجع اثير موضوع الجسر البري بين مصر والسعوديه. اعتقد ان الظروف السياسيه مواتيه جدا، والعلاقات بين مصر والسعوديه رائعه ان شاء الله رب العالمين. القيادات البلدين يكونوا النهارده يقدروا يقعدوا مع بعض ويشوفوا احنا وصلنا لحد فين، لان الموضوع ما فيهوش اي عوائق الا الاراده السياسيه من الطرفين. انا يقين. بس كل التصريحات الخاصه بالجسر بتقول ان احنا يعني الجانب السعودي او الجانب المصري ان هم موافقين تماما على هذا الجسر، ولكن ما بنشوفش خطوه لقدام يعني تفعيل بقى لهذا الكلام. بالظبط، لان الدراسات الفنيه المستثمرين بالنظام BOT او نظام الاستثمار المباشر، التمويل المباشر، التمويل من اكتر من جهه من الجانبين موجود. يعني انا مش شايف فيه اي مشكله. الجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وكامن قومي وكفايده للمعتبرين والجهتين دي مفروغ منها. يعني ده من نافله القول زي ما بيقولوا. يعني ما عنديش اي مشكله ان احنا نتكلم عن الجدوى، انما التنفيذ هو العائق. احنا كنا في فتره من الفترات طلع احد القيادات قال لا الموضوع ده انسوه، انما بعد ثوره 25 يناير بعد 30 يونيو نقدر نتكلم بقلب جامد ان الموضوع ده يجب، او ان احنا بنطالب بلاش يجب، احنا بنطالب كمصريين في المملكه العربيه السعوديه وفي دول الخليج من منطلق المحبه والعلاقات التاريخيه بين مصر والسعوديه. والفايده هتعود على البلدين تماما، يعني الشعبين كمان، على الشعبين تماما. الفايده الاقتصاديه كمان يا فندم ليه فايده اقتصاديه كبيره جدا في التبادل التجاري ما بيننا وبين السعوديه. بس موضوع الجسر قد يستغرق 4 سنوات بناؤه. احنا جنب الجسر ده انا بقول لحضرتك المينا ده مش هيستغرق اكتر من 6 شهور. 6 شهور هتبقى العلاقه يعني الحركه التجاريه ما بيننا وبين مصر والسعوديه والحركه الركاب فيها يسر كبير جدا وسهوله كبيره جدا. والسعوديه على فكره سهل جدا ان هي تعمل ده لو طلب منها جديا من الجانب المصري. من الجانب المصري. يعني احنا بنطالب بقى الجانب المصري ان هو يعني يفعل كلام استاذ جمال ويبحثوا مع الجانب السعودي بحيث يكون في خدمه مميزه للمعتمرين والحجاج المصريين، خاصه ان اعدادهم هي بتبقى الاكبر ما بين المعتمرين والحجاج من كافه دول العالم. نتكلم بقى على العمل الأهلي، وهناك خبر نشر في بعض الجرائد وأيضا يمكن تناولته بعض البرامج، وهو قيادات بالجالية المصرية في المملكة العربية السعودية تطالب بالتحقيق مع جمعيات إخوانية تحرض ضد الجيش. ده احنا قدمنا طلب لسعادة السفير بالموضوع ده. احنا ومجموعه كبيره، يعني انا مشترك مع مجموعه كبيره من اخواننا في المملكه العربيه السعوديه. انا ممكن اقول الاسماء اللي ماضيه على هذا البيان: استاذ محمد سعد محمد، استاذ خالد ابراهيم عثمان، استاذ خيري ابراهيم عثمان، استاذ عادل محمد حنفي، الأستاذ محمد عبد الهادي الجندي، وأستاذ وليد عبد العزيز، وأستاذ أكرم عبد الوهاب عبد العال، وأستاذ أحمد محمد إبراهيم علي، وأستاذ أحمد محمد عبد السلام العبد، وأستاذ محمد أحمد محمد إبراهيم، وأستاذ عادل أبو ضيف أحمد، وأستاذ مصطفى النفياوي، وأستاذ جمال محمود علي شلوف. أيوة فعلا. يعني بس إحنا معانا مداخلة. أستاذ عادل أبو ضيف، أهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا استاذ عزيز. انا لسه قايله ان حضرتك ماضي على بيان طبعا بتطالبوا فيه السفاره او تحديدا القنصليه المصريه
والقنصل العام حسام عيسى ان انتوا تحققوا مع بعض الجمعيات المصريه اللي بتعمل في شأن السياسه المصريه. نعم، ده بالفعل طبعا، وبعتنا فاكس للسفير حسام عيسى، وان شاء الله بكره او اقصى حاجه بعد بكره هنروح نسلمه له باليد، ونسلم نسخه للسفير، ونسلم نسخه للملحق العسكري، لان ما تفعله قيادات الاخوان في السعوديه هنا، وهم طبعا اللي ماسكين الصندوق وماسكين غالبيه الجمعيات، فلا يصح له ان يشتم في قائد القوات المسلحه، يدعو جميعهم على صفحاتهم وصفحات الاخوان بهدم الاقتصاد المصري، ويدعو المصريين بعدم عشان استاذ عادل ما يبقاش كلامنا مرسل، ولازم ان احنا نحترم الراي الاخر. هم ليهم راي اخر في الاحداث المصريه، فهل تجاوز هذا من مجرد راي لجريمه عشان حضرتك تطالب بهذا الطلب؟ يعني هو له يكتب على صفحاته الخاصه بالمواقع الاجتماعيه كلها ما يشاء، ويستخدم المنبر صندوق رعايه المصريين ده ليس ملك شخصي للاخوان، صندوق رعايه المصريين ده نحن يعني بيستغل الصندوق في الخدمه السياسيه، يستغل ده يعني ده مختلف عن تعبير عن الراي على طبعا المواقع الاجتماعيه. لا، ده يستخدم المنبر الرسمي للصندوق، منبر الصندوق الرسمي ده. طيب. اللي احنا عندك طبعا الاستاذ جمال والاستاذ والمهندس محمد شاهين، طبعا هم رواد الجاليه المصريه وهيقدروا يفيدوك اكثر. انا حبيت اعمل المداخله دي بس معاكي في وجود حبيبي محمد شاهين وجمال شلوف، على اساس برضه اوضح لهم ويشرحوا لك الموضوع ده مع حضرتك. هل هناك يعني مزيد من الرسائل اللي حضرتك تحب توصلها من خلال منبركم بقى وبرنامجكم وصال؟ كل سنه وانتم طيبين، واترك اخويا محمد شاهين وجمال شلوف يوضحوا اكتر واكتر ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا. طيب حضرتك ما ينفعش النهارده ان انا ابقى مسؤول في الجاليه المصريه واخد موقف عدائي ضد القوات المسلحه المصريه او الجيش المصري. اللي يعادي جيش بلده يبقى ما بيحبش بلده خالص اطلاقا، مهما اختلفنا سياسيا. ده موقف استراتيجي ما ينفعش نتكلم فيه او نتجادل فيه. انا ممكن اختلف مع اي قياده في البلد، بس في حدود ان انا ما اشعش عليها اشاعات كاذبه، ما الفش قصص، ما اعملش ما اجيبش مصادر وانزلها على صفحات الجاليه. معلش باذنك كمان، انا بحب افكرهم كمان كل الاصدقاء والزملاء اللي موجودين في مجالس ادارات صندوق رعايه المصريين والجمعيات الاهليه اللي موجوده اللي بتعمل بالعمل العام في المملكه العربيه السعوديه. احنا لما عملنا طفره في العمل العام في 2004 بانشاء النادي المصري في الرياض، وكان متواجد معانا زملاء من ينتموا لجماعه الاخوان المسلمين، وكانت جماعه الاخوان المسلمين في الوقت دوت الى وقت قريب جدا زي ما حضرتك عارفه جماعه محظوره، كان يطلق عليها الجماعه المحظوره، وكان يعني من ممكن يتعمل له اي مشاكل كتير قوي اللي هم انه يعلن عن انتمائه. لم نقصي احدا، وكانوا مستوعبينهم تماما ان هم يشتغلوا معانا في العمل العام، وده مطلوب الى الان لانهم في يعني انا بطالبهم وبنداء اخوي من شخص بيحبهم، هم عارفيني كويس قوي، ان احنا خلينا ننحي الخلافات السياسيه جانبا، ومفيش داعي ان احنا نستخدم الصندوق او الجمعيات كمنبر لتكريس الانقسام والاقصاء والاستقطاب اللي موجود. استاذ عادل قال نقطه هامه جدا، ان هم بيحاولوا يضروا الاقتصاد المصري. دي طب ناخدها واحده واحده. ازاي من خلال جمعيات بتعمل في العمل الاهلي والمفروض ان هي بتعمل في خدمه الجاليه المصريه وابناء الجاليه المصريه يضروا الاقتصاد المصري؟ أنا للاسف انا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا يعني انا كنت حزين جدا لما اشوف حد من الزملاء دول بينادي بعدم بوقف التحويلات المصريه من المصريين عاملين بالخارج لمصر، او بيشيع شائعه غير صحيحه عن ان الحكومه استنزفت معرفش كام مليار في خلال الشهر دوت من 30/6، وان يا جماعه الحقوا خدوا ودائعكم اللي موجوده في البنوك، عشان يعني ما اعتقدش ان ده عمل وطني تحت اي عنوان من العناوين نقدر نقول عليه عمل وطني او عمل مسؤول حتى. طيب. يعني المعروف ان المملكه العربيه السعوديه ما بتديش تصاريح
للجمعيات أو اتحادات تقام على أرضها، فهذه الاتحادات والجمعيات واخدة موافقة من السفارة والقنصلية سواء في الرياض أو في جدة. تمام. هل يحق لهم إن هم يعملوا في الشأن السياسي؟ على الاطلاق، يعني انا بناشدهم تماما، يعني انا هسيب الفرصه لجمال. انا بناشدهم عشان ما يضروش، لا يحدث من جراء ما يقوم به الان اي ضرر للجمعيات التي تقوم بكفاله بالتكافل، بعمل التكافلي، العمل العام التكافلي والاجتماعي اللي فيه ناس من الجاليه المصريه فعلا مستفيدين من هذا العمل، عشان ما يضروش الناس دول. ارجوهم ان هم يتوقفوا عن العمل بالسياسه. معنى ان هم يضروا، معنى ان ممكن القوات السعوديه طبعاً. او المملكه العربيه السعوديه تلغي هذا التجمع او يعني تمنع ايضا الاجتماع بالجمعيات الاهليه وتواجد جمعيات لخدمه مفروض المصريين. لا، ده قد يؤدي لكده، بس اذا حصل اذا السعوديه حست بقلق او بخطوره، ده على احوال الجاليه كلها. لكن انا بس عايز اذكر حضرتك في نقطه مهمه جدا، لان دي بتحصل في مصر حتى، وهي ان النقابات التي يستولي عليها تنظيم الاخوان المسلمين بيحاولوا ينحوا بيها ناحيه خدمه الفكره بتاعتهم وخدمه مصالحهم، مصالح الجماعه. وهي هنا هي المشكله الاساسيه اللي عامله يعني بعد الجماعه عن محبه المصريين عموما. هم حصل لهم يعني نكسة في الفترة اللي فاتت، لأنهم استخدموا كل ما لديهم لخدمة الجماعة فقط، ولم يستخدموها لخدمة مصر. خدوا الفرصة كاملة ولم يستخدموها لخدمة مصر. إيه اللي يعني بتطالبوا بيه السفير حسام عيسى من خلال هذا البيان؟ هو يا فندم لابد من مراجعة كل المواقع اللي موجودة دي، لأن أنا ما ينفعش إن أنا استخدم موقع النهاردة اسمه النادي السياسي المصري، أو موقع المواقع الاجتماعية كل واحد بيقبله مطلق الحرية ينضم إليها أو يعبر عن رأيه فيه، ولكن أنا بتكلم على الجمعيات اللي واخدة موافقة من القنصلية أو السفارة. هو ده اللي يقدر يتحكم فيه السفير اللي بتعبر عن جمعية معينة. ما ينفعش النهاردة إن أنا استخدمها وابقى أنا مسؤول فيها، واطلع أشيع أخبار إن أنا حصل في نهضة مصر أو في الرابعة حصل تجاوزات وحصل وحصل وحصل، وأشيع أخبار غير صحيحة بالمرة. خلينا نرجع للوائح، اللائحة الداخلية لهذه الجمعيات والكيانات. ايوه، انا بتكلم في الشق القانوني. يعني ايه اللي ممكن يقدر يعمله بعد هذا البيان القنصل العام المتواجد في الرياض؟ في وقائع محددة حصلت، وفي لائحة بتحكم عمل هذه الكيانات. إذا كانت هذه الوقائع تتفق مع اللائحة أهلا وسهلا، إذا كانت هذه الوقائع لا تتفق مع اللائحة لازم ياخد إجراء. بحكم ما هو هذا الإجراء؟ بحكم موقعه ما هو هذا الإجراء اللي حضرتك بتطالبوا إن هو يتخذه؟ تحقيقات؟ لازم تحصل تحقيقات، لازم يدافعوا عن نفسهم، لازم الناس يقولوا عملوا كده ليه؟ يعني لازم يخليهم يدافعوا عن نفسهم. في الاجراء اللي انا في وجهه نظر لازم نقعد نتكلم بحوار مفتوح بقلب مفتوح مع كمصريين. احنا مصلحتنا كلنا. ما هو حضرتك يا استاذ محمد من يعني رواد العمل الاهلي في الجاليه المصريه المتواجده في المملكه، وعندك علم واسع، وبرضه استاذ جمال باللوائح تمام اللي مقام عليها هذه اللوائح لا تسمح، الجمعيات اللوائح لا تسمح بالعمل بالسياسه على الاطلاق، ولا اللوائح ولا نظم المملكه العربيه السعوديه تسمح بذلك. ايه اللي دفع السفاره وايضا القنصليه سواء في الرياض او في جده ان هم ينبهوا وينوهوا دائما، وده شايفينه من 30 يونيو، على عدم التظاهر؟ لان السلطات السعوديه لاحظت ان في تحركات في الجاليه المصريه ناحيه الاستقطاب السياسي وناحيه ممارسه العمل السياسي، وده مجرم في المملكه العربيه السعوديه، واحنا لابد ان نلتزم بما بقوانين ونظم ولوائح البلد اللي احنا موجودين فيها. طب احنا شفنا المملكه العربيه السعوديه كانت يعني رائعه جدا في التعامل مع العماله المصريه، وايضا يمكن قدموا لنا كثير من التسهيلات، مش احنا بس يمكن، لكن احنا كان بالنسبه لنا هام جدا لان احنا اكبر عددا، يعني ومد فتره السماح ايضا لنهايه العام الهجري. فاحب اعرف مثل هذه التحركات ومثل هذه التواجدات هل ممكن ان هي تضر العلاقات المصريه السعوديه او تضر المصريين المتواجدين ككل في المملكه؟ لا، انا لا اعتقد العلاقات بين مصر والسعوديه اقوى بكتير من اي ممارسات تضر الجاليه، انما ممكن تضر جزء وشريحه من الجاليه. حضرتك لما كيان زي صندوق رعايه المصريين لا قدر الله اذا حصل عليه
فوكس من السلطات السعوديه انه بيمارس عمل سياسي، وهو اساسا لب عمله هو عمل تكافلي للمحتاجين في المملكه العربيه السعوديه. الصندوق هو الجهه الوحيده اللي مسموح لها او سمح لها من جانب السعودي ان هي يكون ليها يعني زي ما نقول حساب في البنك. ايوه صح؟ ايوه فندم. هل الحساب ده ممكن او تم رصد اي مخالفات فيه؟ لا للجانب السياسي؟ هو المفروض في مكتب مراجعه ليه، مكتب مراجعه ليه وبيقدم تقرير ختامي وبيتناقش في جمعيه عموميه، وعندنا برضو ناس ناقشت مصاريف كتير فيه وناقشت حاجات لكن انتم مش راصدين اي مخالفات؟ يعني هو كلها بتبقى في اطار يعني تبرعات، تحويلات خاصه لا هو في اشتراكات بفصيل سياسي محدد لمصر. هو في اشتراكات، بس هو الفصيل السياسي هو اللي مسيطر تقريبا على معظم الجمعيات، لان هي دي كانت في اطار خطه ممنهجه، ان دي بتخدم حاجات كتير، مصالح عندهم بتخدم حاجات كتير في الحشد للانتخابات للتصويت. وانا يمكن هنا برضو من خلال برنامجك بأنادي بعدم تصويت المصريين في الخارج من خلال البريد. لا نقف عند هذه النقطة عشان ده كان مفروض مطلب لينا للتسهيل. بس هاخد التليفون أستاذ محمد سعد من المملكة العربية السعودية. مساء الخير مدام عبيد. مساء النور، ازي حضرتك؟ الله يخليكي. عيد سعيد عليكم وعلى الأسرة وعلى كل المصريين المتواجدين في المملكة. علينا وعليكم وعلى مصر كلها وعلى إخواننا الأفاضل الأستاذ جمال والأستاذ محمد، والتحية ليكم في تناولكم للقضايا اللي بتهم المصريين في الخارج، وخاصة قضية شائكة زي دي بتعرض الجالية المصرية بالكامل للخطر في مجتمع هنا بيحظر على أي جاليات أجنبية إنها تعمل بغير العمل العام. طب أنت كمواطن متواجد في المملكة العربية السعودية وأيضا عضو فعال في العمل الأهلي، إيه الخطر اللي ممكن حضرتك يعني تنقله لنا؟ يعني برضو حطنا معاك في الصورة، إيه الخطر اللي أنت شايفه؟ حضرتك ان بكل اسف ان تيار الاخوان المسلمين لم يكتفي بما فعله في مصر من تحزيب وشقاق وفرقه في المجتمع، ولكن بيعمل على استقطاب الجاليه المصريه في الخارج، وبيزرع جذوره وبيزرع خياليات نائمه في جميع الدول العربيه زي ما حصل في موضوع الامارات. طبعا احنا بنعيش في مجتمع له حساسيه خاصه وله ظروفه، ويجب ان احنا يعني نحترمها تماما. وبكل اسف التيار ده لم يراعي الحاجات دي عندما اصدر بيانات تأييد للاعلان الدستوري. بس احنا خلينا ما نبقاش متشككين، خلينا برضو نبقى يعني زي ما نقول ديمقراطيين ونقول ان يعني المملكه العربيه السعوديه هتبقى راصده اي مخالفه قانونيه باي فصيل سياسي بيحاول ان هو يتدخل في الشأن السعودي، لكن احنا بنتكلم في الشأن المصري، وخلينا في الشأن المصري. ايه اللي حضرتك شايفه ان هم اقترفوه من ذنب عشان احنا نهاجمهم دلوقتي ونطالب بالتحقيق معاهم، خاصة في المملكة العربية السعودية؟ انا هقول لسعادتك بالنسبة هو اولا ليس هجوم ولكن هو تصحيح للمسار. فالعمل العام في السعودية بالنسبة للجمعيات والكيانات المصرية اللي هي خاضعة للقنصلية العامة، جميع لوائحها تمنع العمل السياسي او اي تحزيبات او نشاطات سياسية تبع الاحزاب او جماعات. بكل اسف دور الاخوان المسلمين وتكتلاتهم المصريه اللي موجوده هنا ساهمت مساهمه فعاله جدا في تغيير نتيجه الانتخابات عن طريق تجييش الناس والتلاعب في المظاريف اللي تم التصويت بها في انتخابات البرلمان المنحل او انتخابات الرئاسه اللي نجح فيها الرئيس السابق. انا صورت بنفسي تجاوزات في داخل السفاره المصريه ايام السفير السابق، تصويت جماعي حوالي 6 أو 7 يعني انا فاكره ان حضرتك بعت هذه الاوراق واحنا كنا برضو بعتناها للجنه العليا للانتخابات الرئاسيه. هل تم البت فيها ولا حضرتك ما لا للاسف لم يتم البت فيها، لان حضرتك تعلمي تماما ان الظروف وقتها كانت كلها ماشيه مع الموجه، وكانت الموجه يميها بتميل لمجامله الاخوان. حتى بعض القيادات اللي كانت موجوده كانت بتحاول انها لا تصطدم بتيار الاخوان المسلمين اللي موجود، على اعتبار ان كان هو التيار الاكثر تنظيما في المجتمع في الوقت الحالي. وبالتالي لم يلتفت الى كل الملاحظات دي. حتى السفير السابق انا ارسلت له شكوى ان في تصويت جماعي بيتم، وللاسف لم يراها اي انتباه تماما يعني. طيب يعني انا بطالب حضرتك دلوقتي ان هذه طبعا المستندات اللي عندك سواء فيديوهات حضرتك مسجلها ان انت برضو تحاول ان انت تعيد الكرة مرة اخرى للتحقيق فيها، لو عشان حتى نتعلم في الانتخابات القادمة ونعالج هذه التجاوزات.
عشان اي فصيل لما يفوز بالانتخابات تبقى انتخابات نزيهه. انا بشكر حضرتك جدا، وفي تنويه يجب ان احنا برضو نقوله ونبقى يعني زي ما بنقول اعلام لكل المصريين واعلام الشعب، لان الاخوان المسلمين هم برضو فصيل متواجد داخل الشعب المصري. حق الرد مكفول، اي حد يحب ان هو يتصل بينا ويرد على هذا الكلام له منا كل الاحترام والتبجيل، واهلا بيه معانا برنامج وصال لكل المصريين اللي بيحملوا الجنسيه المصريه المتواجدين خارج الاراضي المصريه. حضرتك استاذ جمال وقفتني عند نقطه، انا واحده من الناس تعبت قوي قوي قوي، واسره البرنامج دي كلها معايا كفريق عمل عشان نجيب بعض التسهيلات للمصريين المتواجدين في الخارج واللي ما بيقدروش ان هم، طبعا تعرف احنا يعني المسافات كبيره في المملكه العربيه السعوديه او حتى في الولايات المتحده الامريكيه، ينتقل الى السفاره او للقنصليه عشان يصوت، كان بيبقى بالنسبه له مشكله، فكنا بنطالب ان هو يرسلها بالبريد، واستجابت الحكومه ساعتها. دلوقتي احنا معترضين ليه؟ يا فندم لان هم كانوا مجهزين للكلام ده كويس جدا. التنظيم بقى التنظيم مجهز الكلام ده كويس. مش يعني عدم دستوريه هذا الطلب بقى. بس ده فين الشفافيه بقى هنا؟ وفين النزاهه؟ احنا بنتكلم على نزاهه عمليه انتخابيه. ما ينفعش ان انا ابقى انا مثلا عندي اسره، مش يعني هذه المظاريف اللي كانت بتحمل الاصوات دي كان بيتم فرزها في القنصليه باشراف يا فندم. انا ما بتكلمش على فرزها في القنصليه، ممكن تفرز في القنصليه بمنتهى الحياديه. انا لا اشكك في ذلك. انا بشكك قبل ان تصل المظاريف دي الى ازاي وصلت. بتوصل يا فندم بالبريد. انا ما ينفع، انا بنفسي انا رحت اودي ظرف زوجتي لانها ما قدرتش تروح تصوت، وانا موجود في مكتب البريد، يعني كلمت السفير وانا شايف شخصين قاعدين كل واحد معاه اكتر من 150 مظروف بيبعتهم، فرحت قلت له وصورته وقلت له انا بصورك انت ممكن 150 مظروف ده يكونوا يعني لناس بالفعل متواجدين في المملكه ومش قادرين يصوتوا زي زوجة حضرتك بالظبط. ماشي اوكي، بس هو جمعهم. لا هم قالوا ده احنا في اخر حاجه هو جمعهم ليه؟ ايه هو فايدته من كده؟ يعني تحقيق هو مستفيد من ايه؟ ده تحقيق الصفه. انا مش هعملها لله. له الحق في تجميع اصوات. انا بعمل لزوجتي او بعمل لحد من اسرتي عشان ده مسموح لي. هل وحضرتك متواجد في مكتب البريد طلبوا منك تحقيق شخصيه لاثبات؟ لا يا فندم، بكل اللي بتحطيه بس ده ظرف زي الدي اتش ال كده، ظرف بتحطي بتحطي بس اسم ورقم تليفون وهو قاعد بيعبي لكل الاشخاص دي. ده اللي اكتر من كده يا فندم ان هم فتحوا شركه بريد في الرياض. اصبح بعد ما كانوا هم بياخدوا منك الصوت ويدفعوا عليه 5 ريال او 10 ريال، يعني يشتروا الصوت منك ب5 ريال عشان يتم فتح الظرف ويشيل التصويت وحط تصويت اخر، لان كل التصويتات كانت بتيجي في التصويتات بالبريد كلها مطابقه. هذه التجاوزات حضرتك ابلغت بيها السفاره؟ بلغت السفير محمود عوف يا فندم ساعتها شخصيا بالتليفون. بلغته وانا في مكتب البريد نفسه. ما ينفعش ان انا النهارده بقول لحضرتك وصلوا لمرحله ايه بقى؟ ان هم بدل الصوت، بدل ما كانوا بيشتروه ب5 و10 ريال اللي هو قيمه الظرف اللي هيتباعت بالبريد، لا فتحوا شركه وبقوا ياخدوا الصوت من الناس ب2 ريال. يعني اصبحت انا بروح اسلم صوتي وادفع فيه 2 ريال. يعني برضو هذه التجاوزات اكيد يعني هيتم البحث فيها. بس معايا تليفون اخر من المملكه العربيه السعوديه، الاستاذ محمد الجندي، برحب بحضرتك. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا كل سنه وانتم طيبين، وبمسي على الصحبه اللطيفه اللي مع حضرتك. وانا هحكي بس باختصار كده عن تجربه شخصيه انا لمستها. انا كنت ماسك لجنه الحالات الانسانيه في صندوق رعايه المصريين، وانا يعني كان العمل لغايه 2011 ماشي بشكل سليم جدا. بعد 2011 بصراحه حصل تغير كبير. ابتدوا هم يعني الجماعه دي تطلع وتعمل اقصاء للاخر، وابتدت تشتغل بهدف انها توصل بالصندوق انها تاخد اكبر داتابيز تستخدمه في عمليات انتخابيه وتستخدمه في اغراض شخصيه. والدليل على كده ان احنا في اتحاد المصريين في السعوديه لما جينا عملنا مهرجان سينا في ابريل اللي فات، وجهنا لهم دعوه رسميه انهم يحضروا معانا، ووجهنا الحالات الانسانيه انها تحضر معانا فري وبتذاكر مجانيه كمان، فندعمهم وما رضوش يحضروا لان هم هدفهم مش هم هدفهم خدمه الجاليه بشكل بحت، هم ليهم اهداف ثانيه كثيره. طب هل حضرتك تقدمت بشكوى ل يعني السفاره او القنصليه؟
لا هي دي احنا بلغنا بتوع الحالات الانتهائيه، بلغنا الصندوق، بس انا تقدمت بشكوى رسميه في مواضيع الانتخابات ومواضيع التصويت البريدي، وانا قدمت طعون لان انا كنت وكيل احد المرشحين برضه، وقدمت طعون رسميه في عمليه التصويت لان رايت بام عيني عمليه تبديل ورقه التصويت في احدى مكاتب البريد هنا في الرياض ومصورها صور. وقدمنا شكوى رسميه وبلغنا السفاره فيها، بس قالوا لنا التصويت البريد اللجنه العليا هي اللي بصراحه بيه وما نقدرش نعمل فيه حاجه. تصويت البريد ده كان بيشكل 70% من المصوتين. مزبوط. انا بما اني كنت جوه لجنه الفرز، ال 30% اللي هم التصويت المباشر نسب المرشحين متقاربه. لما يجي صندوق البريد بقى التصويت البريدي تلاقي مثلا في الصندوق كله صوت ولا اثنين بعيد عن مرسي والباقي كله المرسي. ليه؟ لان هم كانوا بيستخدموا الطريقه دي للاسف الشديد جدا في البريد، وانا فعلا بضم صوتي لصوت كل المصريين الشرفاء اللي بينادوا بايقاف التصويت البريدي نهائيا، حتى لو ادى ذلك ان عدد المصوتين اللي بيصوتوا في المملكه قليل، يشوفوا لهم حل، يفتحوا التصويت مده اطول، يشوفوا لهم طريقه بس يبقى التصويت مباشر مش بالبريد. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد. ننتقل لشيء آخر، ويمكن كل اللي احنا بنقوله ده أكيد المسؤولين طبعا عن قطاع المصريين في الخارج والهجرة في وزارة الخارجية هيعرضوه على اللجنة الانتخابية أو على القائمين على الانتخابات القادمة سواء في البرلمان أو إن شاء الله بالنسبة للرئاسة. ننتقل لموضوع آخر وهو التعليم. والعمل الأهلي كان ليه إنجاز رائع جدا في المملكة العربية السعودية في يعني هذا الشق أو في التعليم المصري ومساعدة أولادنا على اجتياز حتى الاختبارات بجهود أهلية تامة. في خبر بيقول إن في افتتاح 40 مدرسة سيتم تدريس فيهم مناهج المصرية. أستاذ محمد يعني ادينا تفاصيل هذا الخبر. والحقيقه المطلب الشعبي من الجاليه المصريه في السعوديه نظرا لاتساع مساحه المملكه ولعدد المصريين الموجودين في المملكه العربيه السعوديه كان احد اهم المطالب هو افتتاح مدارس تدرس المنهج المصري ومعترف بيها بدلا من موضوع الدروس الخصوصيه اللي كان والمجموعات اللي كان ماشي من فتره طويله جدا. الجهد ده حصل من والمطالبات ديت من ايام السفير السابق السفير محمود عوف، واستكملت مع السفير عفيف عبد الوهاب. والحقيقه مؤخرا السنه اللي فاتت العام الدراسي 2011 2012 او 2012 2013 كان في افتتاح 4 مدارس مصريه في الرياض وفي جده وفي اكثر من مدينه في المملكه العربيه السعوديه. الخبر الكويس قوي ان الدكتور فعلا زي ما حضرتك قلت الدكتور صلاح طاهر المستشار التعليمي في الرياض ورئيس البعثه المستشار الثقافي والتعليمي حصل على موافقه من السلطات السعوديه على افتتاح 40 مدرسه بتدرس المنهج المصري في المملكه العربيه السعوديه اعتبارا بعد ما كانوا 10 مدارس فقط فزياده 30 مدرسه. زياده فعلا معتبره جدا وزياده في زمن قياسي جدا لطلب تاريخي من مطالب ولكن هناك بقى طلب آخر وهو تخفيض زي ما نقول او مساواه. هو بالتحديد مش تخفيض بقى، هو مساواه الطلبه المصريين في الداخل بالطلبه المصريين في الخارج، خاصه طبعا اللي بيبقوا متقدمين للجامعات، لان الاستماره يعني تحديدا هذا طبعا الطلب جه على لسان استاذ سمير العربي وبيقول ان ملف تنسيق الجامعه الخاص بالطلبه المصريين في الخارج وصل ل 500 جنيه. المهندس سيد العربي الحقيقه من الناشطين جدا في المهتمين بالعمليه التعليميه ومطالب ابناء مصر في المملكه العربيه السعوديه خاصه بالعمليه التعليميه. انا بتفق معاه تماما. هي لها شقين، الشق الاولاني خاص بتنسيق الجامعات، احنا عايزين اعاده النظر في نظام تنسيق الجامعات للمصريين في الخارج والاماكن المتاحه ليهم. يعني قصه ان احنا عايزين اكبر عدد من المصريين العاملين في الخارج ابنائهم يدخلوا جامعات خاصه، احنا مش موافقين الحقيقه. يعني طلب غير منطقي وغير مقبول. مساله المساواه الدستوريه بين المصري القادم من الخارج وبين المصري اللي بيعيش في المملكه العربيه السعوديه هو مطلب اصيل للجاليه المصريه اللي عايشه في المملكه العربيه السعوديه وكل الجاليات اللي بتعيش خارج مصر. احنا معانا على الهاتف الان السفير عفيفي عبد الوهاب القنصل العام بجده. بنرحب بحضرتك يا فندم. سفيرنا في الرياض. انا اسف يا فندم. اهلا بحضرتك. مش مشكله. اهلا وسهلا. مساء الخير. اولا سعيده ان دي اول مكالمه حضرتك يعني تتواصل معنا من خلال وصال. اهلا بيك وكل سنه وانت طيب.
واكيد حضرتك كنت متابع طلبات المصريين الخاصه بالتحقيق في نشاطات بعض الجمعيات الاهليه اللي واخده موافقات من داخل السفاره والقنصليه، وايضا اكيد حضرتك يعني سمعت الطلبات الخاصه ايضا بتوفير اجواء اكثر راحه للمعتمرين خاصه من الجانب المصري والسعودي. ده صحيح. يعني هو يمكن الأولوية الأولى لينا في عملنا هنا في المملكة العربية السعودية، وسواء من خلال السفارة أو القنصليتين العامتين في كل من الرياض وجدة، الأولوية الأولى هي رعاية المواطنين المصريين الموجودين على أرض المملكة. فيما يتعلق بالجمعيات طبعا دي مسؤولية مباشرة للقنصل العام في كل من جدة والرياض، طبعا بناء على أنظمة يعني وقواعد موضوعة سلفا، واي جمعيه من الجمعيات بتتقدم يعني هذا الموضوع خاص بالقناصل سواء في الرياض او جده. طيب هسال حضرتك بالنسبه للجسر اللي احنا طبعا عندنا امل كبير ان هو يكون حل للمصريين المعتمرين او الجانب ايضا السعودي هيستفيد منه، الجسر اللي بيربط ما بين المملكه العربيه السعوديه ومصر. بالنسبه للجسر، هو الحقيقه الموضوع ده كان مطروح من سنوات سابقه، ولكن حتى الآن ربما كل من الجانبين ما زال في مرحلة الدراسات الأولى، سواء من الناحية الفنية أو من ناحية الدراسات الخاصة ب ولكن الإرادة السياسية موجودة من يعني الجانبين في تحقيق هذا الجسر. اعتقد ان يعني ليس هناك ما يمنع ان شاء الله مستقبلا حينما ينتهي كل من الجانبين باجراء الدراسات طيب الفنيه. كان في اقتراح يعني سياده السفير، انا اسفه ان انا بجري في الاسئله لان وقت حلقتي بيخلص، كان في اقتراح من استاذ جمال شلوف ان هو يتم يعني عمل زي ما بنقول رصيف مؤقت مينا مقابل للمعتمرين المصريين. والله هذا الموضوع ممكن يبحثه المختصين في الجانبين، واعتقد ان الجانب سواء المصري او السعودي لو يعني يروا ان هناك فعلا فائده مشتركه تتحقق من وراء هذا الموضوع، وليس هناك مانع يعني الجانبان يقوموا بهذه الدراسات الأولية، يعني حتى على الأقل. يعني لو تحب حضرتك تقول لنا بقى خبر جديد بالنسبة للعلاقات المصرية السعودية، يعني نكون سباقين في نشره. والله يعني إن شاء الله يعني في القريب العاجل يعني ستتحقق يعني أمنياتنا جميعا في المزيد من التعاون والتكاتف والتشاور بين الجانبين ان شاء الله، وربما يكون هناك زياره على مستوى يعني عالي للمملكه في خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. وفي انباء عن زياره لوزير الخارجيه سياده السفير عفيفي عبد الوهاب سافرنا في الرياض. بشكر حضرتك جدا على هذا التواصل. يعني احنا وقت حلقتنا خلص، وكان فيه العديد من الموضوعات اللي ممكن كمان نطرحها، بس رسالة سريعة يعني أستاذ محمد تقولها للجالية المصرية كلها في المملكة مش بس في الرياض. رسالتي ان احنا بنتكلم على مستقبل مصر في 30 ثانية. بنتكلم على مستقبل مصر بعد 30/6، وانا الحقيقة بقول للسفير عفيفي عبد الوهاب انا تواصلت معاه في رمضان، تواصل مع الخارجية السعودية عشان نعمل حملة للمصريين لدعم صندوق 30/6 انا بناشد كل المصريين بكافة انتماءاتهم ان هم يدعموا الاقتصاد المصري، لان دي بلدنا اللي بتعيش فينا حتى لو ما عشناش فيها. استاذ جمال محمود شلوف، رسالة سريعة عن المؤتمر اللي انتوا بصدد ان انتوا تدعوا اليه في القريب العاجل. ان شاء الله بالنسبه لموضوع ان احنا ندعم الاقتصاد المصري، او احنا بس بنطالب كل مصري موجود مش في السعوديه بس بره يقدر يحول
لحسابه هنا حتى الشخصي، لأسرته، لعمل أي شيء هو بينجزه هنا في بلده، يقدر يحاول. ده غير المؤتمر. ده غير المؤتمر. المؤتمر لسه بقى مش عايزين المؤتمر تقولوا حاجة عنه. لسه يا فندم، لسه احنا بنعدله وان شاء الله قريب، اما بس ما بالتعاون مع وزاره طبعا الخارجيه، وايضا وزاره القوى العامله والقوى العامله. ان شاء الله احنا عملنا كبير في الوزير الموجود، وزير القوى العامله الموجود هو ناشط يعني عمالي مهم، وان شاء الله باذن الله هيهتم بشؤون العاملين في الخارج. وايضا وزير الخارجيه زي ما يعني كان في هناك تصريحات في بعض الصحف، هيكون في زياره وجوله مكوكيه لبعض الدول العربيه في القريب العاجل ان شاء الله. فبدعو كل المصريين ايضا لتجهيز لهذه الزياره، لازم نبقى متواجدين ونعبر عن راينا، وايضا يعني نجعل العالم يشهد إلى أي أمة ننتمي، وهي الأمة المصرية وحضارة الأمة المصرية. على تواصل دايما، وأشوفكم في وصال. إلى اللقاء.